حياكم الله من جديد. يعني على موقع حراج، هذا موقع الكتروني، مكتوب تذاكر مباراة الاهلي والاتحاد. يوجد تذاكر مباراة الاهلي والاتحاد، تذكرة الواحدة ب 200 ريال، المتبقي 20 تذكرة، لا يجيني الا جاد. ايش رايك فيصل؟ 20. والله هذه قمة المهزلة الصراحة. أنا أتمنى الاتحاد الآسيوي وفريق التفتيش في الاتحاد الآسيوي أنه ما شاف اللي صار أمس في نادي الاتحاد، وأتمنى بإذن الله من جماهير الواعية من الاتحاد والأهلي أنها ما تأثر على فريق الأهلي والاتحاد بأي ممارسات خلال المباراة، لأن الاتحاد الآسيوي مو يعني زي ربعنا. الاتحاد الآسيوي ما يفوت أي شيء قبل واثناء وبعد المباراه. ايش قصدك زي ربعنا؟ مين ربعنا اللي تقصدهم؟ هذا دوري الشر ها؟ يعني انك في مباريات الاتحاد والاهلي السابقه شفنا قفز على الاسوار وشفنا تسلل وما شفنا اي عقوبات. الاتحاد الاسيوي بيعاقب الاتحاد والاهلي، والاتحاد والاهلي دائما يمثلوننا في اسيا، وبلا شك انه بتاثر على مشاركاتهم القادمه. ايش يسوون؟ ما الملعب ما يشيل، يعني احنا مسوين زي واحد عنده شقه غرفتين وصاله ويبي يعزم 40 رجال، شلون شو تنظمها؟ هذا فوق تحت الكنبه، هذا على السرير، هذا تحت، هذا في الحمام، يعني وش بتسوي فيها؟ ما لها حل، فيها حل محمد بكيري؟ اعطيني ايش الطريقه ادخل 50,000 شخص موجودين في جده بيدخلون الملعب في هالغرفتين وصاله اللي مسوينها ملعب. هي امور صعبه، يعني حتى في المباريات اللي تباع فيها التذاكر تخش سوق سوداء وتخش بسعر اعلى، نفس الشيء، نفس الوضع. المشكله مشكله ملعب. اما السوق السوداء هي مشكله ملعب وليس مشكله تنظيم.